بالنسبة للحجاب هذه من الأمور المهمة، وقد ذكر الله عز وجل أن المرأة الصالحة حافظة للغيب، ومن حفظ الغيب أن المرأة إذا خرجت من بيتها التزمت حجابها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في النساء خطيبا ثم قال لما ذكر عيوبهن وما يقع فيهن من سبب لدخولهن النار، لما ذكر ذلك في خطبة العيد كما عند الطبراني قال: فإذا خرجت إحداكن تبرجت في لباسها، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب التي تكون موجبة لدخول النار خروج المرأة متبرجة، وأن فعلها هذا ممنوع، ولذا فيجب على المرأة أن تكون أتم حشمة وأكمل في سترها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روينا عند الحاكم أنه قال لفاطمة: يا فاطمة، خير للمرأة ألا يراها الرجال. ولذا فإن المرأة كلما كملت حشمتها كلما تم دينها، وجمال المرأة في حيائها، وحياؤها بعدم خلطتها بمن ينزع الحياء منه. ولذا فإن المرأة كلما كانت أتم حشمة وأكمل سترا فإن ذلك من تمام كمال صلاحها وتقواها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق.